السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس بخير على خير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع بعض غادي نوجدوا واحد الكيك رولي اللي كيجي زوين وكيجي يعني اكثر من رائع. نتمنى على البنات والدراري اللي دخل عند مونيا كيف العاده ما تبخلوش على اختكم بواحد الابوني بواحد الكومونتير زوين، هذا فضل من عندكم وشكرا لكم والله يحفظكم. وما نطول شيء عليكم وندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. المكونات ديال الكيك رولي. هنا عندي كاس ديال سنيده هكذا يكون مع مرشي بزاف، وهنا كاس ديال الدقيق ديما بكيسه العنبه. عندي هنايا 4 ديال البيضات قسمتهم، درت البيض هنا وهادو الاحمر هنايا، واحد ساشي ديال سكر فانيلا، واحد 2 معالق ديال زيت نباتي، وهنا 4 ديال الغرام ديال الخميره او الساشي تقسموها على 2. هادو هما المكونات، ودابا ان شاء الله غندخل التحضير. صافي هنايا غادي ناخذ الاناء ديالي الاولاني، غادي ندير فيه داك الصفر ديال البيض، وغادي ندير معاه واحد شويه ديال المليحه يعني راس ديال المعلقه، وغادي ندير داك الكاس ديال السكر. الاول درت النص، ولكن الثاني فاش يعني خلطت داك البيض نص يعني كملت الكاس كامل. وغير سمحوا لي البنات على الصباع داكشي، حيت ما بغيتش نقطع لكم المرحله اللي انا كنضرب فيها البيض باش تكون يعني المرحله كامله داكشي ماشي. صافي كناخذ واحد المعلقه او هذا، كنبدا نهبط به هذيك الجبنه باش نبقى نضرب داك الملح ديال البيض حتى كيولي هكذا بيض. هانتوما شفتوا كيفاش ولا، يعني خصو يولي بهذه الطريقه هذه. هاد الجينوازه البنات ديروا به ديروا به ديك البيش، ديروا به يعني جميع الحلويات ديال لاكريم. هذه هي اللي كندير انا دائما، هذه هي اللي كندير دائما. خلاص حيدت هذاك الملح ديال البيض، هنايا خديت داك 4 ديال البيض وبديت كنضربهم، درت معاهم ديك سكر فانيلا. صافي هانتوما شفتوا كي ولا يعني طلع مزيان حتى ولا يعني دار داك كما قالوا القمقم ديال ديال الباباغا. وخلاص هنا كنزيد داك الملح ديال البيض، وكنبدا نخلط يعني بحال كتزيد تطلعوه. هنايا هذاك 2 معالق ديال الزيت نباتي، وكنبقاو نخفقوا فيه كيبقى القوام ديالو بحال هكايا. كنجيب داك الكاس ديال الدقيق كنغربلو انا في مره، كنزيد عليه ديك 4 غرام او نص باكيه حمراء ديال الخميره، وكناخذ هذا الطراب وكنبدا نهز ونحط. واخا تشوفوني البنات حيت الكاميرا كدوز دابا بالزربه، راني كندير غير بشويه، يعني كنهز من التحت نطلع الفوق، نهز من التحت ونطلع الفوق ونقلب باش ما يطيح ليناش داك البيض، باش تجينا هذه الجينواز ديالنا تجينا رطبه وتجي مفشفشه وتجي يعني بحال القطن. صافي هنايا كملت ليها هذا ديالها كامل. هزيت هاد المعلقه كنقاد بها، كنزيد ربما تبقى شي كويره ولا شي حاجه، كنبقى دائما طلعوا من التحت للفوق. هنا البنات واحد المولع ديالها عندي ما تخليش في الفران مزيان، هو هذا الا كان عندكم وغيدخل لكم الفران ديروه. ما كانش انا درت غير في هذه، عاد درت في اللاطه فرشت ليها هذا الباكي ديال الطهي ودرته على طولها، يعني راه ماشي مشكل. فاش كيكون عنده يعني خبره هكذا في الخدمه ولا هذا كيعدي باللي كان. المهم هذاك من بعد غادي نفسر لكم كيفاش، لحقاش الفران كان عندي في الحقيقه واقف ما خدامش ديال ديك اللاطه. خلاص هنا قاديتها، الفران ديالي كيسخن على درتها على 180 البنات الفوق والتحت، ما كاملاش حتى 10 دقائق وجبدتها. هانتوما شفتوا كي ولا كي جبدتها دابا كيفاش طابت كلها من داك الشرب. غادي قلبتها بابي ديال طهي واحد اخر، وغادي نحيد هذاك الطرف هكذا، وغادي نخليها فوق هذاك من التحت. غادي نفرش ليها واحد، هانتوما غتشوفوا بعدا كاينه الطوع ديالها كيفاش داير في الخدمه. هانت هنا راه باقا سخونه باقي يلاه خرجت. هانت
تروليها كما بغيتي تروليها. هنايا كما شفتوا غطيتها، درت ليها فوطه من التحت ودرت باش ما تعرق لياش، ودرت ليها منديل من الفوق وغطيتها صافي. فاش غطيتها هنايا صافي عريتها وجبتها. ها نتوما شفتوا كيفاش ولات، راه ما نقولش لكم البنات كيفاش كتجي. هنايا خديت المربى، خذوا اي مربى بغيتو. دابا انايا اليوم الغايه اللي عندي هي باش نوصل لكم طريقتي في الجينواز، وفي نفس الوقت درت بها هاد كيكرولي باش اللي بغى دابا راه جاي راس السنه وداكشي اللي بغى يدير لوليداتو بحال هكذا دوك لي بيش ولا هذا، يعني تجيكم يعني حاجه سهله وهذا بلا ما تقولوا راه واعره ولا شي حاجه. المهم لا باز الاول هو داك هو العجين ديالنا، يعني هو يعني هو اللي يكون عندكم لا باز، ومن بعد اي حاجه ديروها بها كتجي من داك الشيء رفيع. هنا هانتوما شفتوا انا روليتها يعني بكل هذه السهوله صافي، وغادي نقطعها وغادي نقدمها لكم ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله من بعد هذا الفيديو هذا راه نقدر الى تهلات الامور غندير لكم لي بيش، شي حاجه من لي بيش، واحد جوج اشكال ولا هذه، حنا مع مراد الله. هانتوما شفتوا دابا انا كنقطع باش نوريكم كيفاش. وهذا ما كاين، هذا هو نهايه الفيديو ديالنا. وهانتوما شفتوا كيفاش كتقطع، كيفاش كتولي هكا. تقدروا ديروا لا كريم ولا هذه عتير كتجي واعره يا البنات. وان شاء الله انها تعجبكم، وان شاء الله انها تخليوا لي تعليق ديالكم زوينه ان شاء الله، وشويه تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.